السوشيال ميديا هاد الكلمة اي ثينك ماشي اول مرة غادي تسمعها، وباين غادي تكون سمعتيها بزاف ديال المرات مع صحابك ولا في شي فيديو. وقبل ما ندخلوا في هاد العالم ديال السوشيال ميديا وهاد التخربيق، اجي نرجعوا شوية للقرن 21. كنا كنميلوا لواحد البيئة اللي محصورة نوعا ما، بحيث كانت المعرفة ديالنا بالعالم الخارجي محدودة بزاف، وكنا واخدين معلومات قلال غير من الافلام والقصص والروايات اللي كانوا كيعاودوهم لنا والدينا. حتى وصلتنا التكنولوجيا لواحد العالم اخر، لدرجه ولينا نقدروا نعرفوا اي حاجه في العالم غير بدقيقه واحده وغير بكليك، وكندخلوا في واحد الادمان لا متناهي، لدرجه فين ما مشيتي خصك تخشي وجهك في داك المسقوف اللي انت خاشي فيه وجهك دابا. ودابا نقدروا نطرحوا واحد السؤال، واللي هو شنو هو السبب اللي كيخلينا في هذا الادمان ديال السوشيال ميديا لا متناهي. وهنا عزيزي المشاهد بغيتك تحل معايا عقلك وتسمع مزيان اش غنقول لك، حيت بالرجوله هادشي اللي غنقول لك اي ثينك باللي حتى واحد ما تطرق ليه من قبل. خلينا نبداو بالسبب رقم واحد، واللي هو السوشيال ميديا بغات الوقت الثمين ديالك. السوشيال ميديا بغات وقتك. وإلا لاحظتي يا عزيزي المشاهد واحد الحاجه على سبيل المثال، الا صيفط لك صاحبك شي ميساج، دابا انت نورمالمون غتقول مع عقلك غادي ندخل نجاوبو ونخرج عادي حتى حاجه ما وقعات. ولكن كتلقى راسك جاوبتي صاحبك وقلتي اجي نتفرج في شي ريلزات بعدا عاد نخرج، حتى كتلقى راسك ضيعتي واحد الساعه وانت كتسكرولي تما، وكتسول راسك على شنو السبب اللي خلاني نضيع هذا الوقت كامل. وكنظن انك عزيزي المشاهد عمرك سمعتي على شي حاجه اللي سميتها الخوارزميات، وحتى انا اصلا ما بغيتكش تعرف شنو هما، بغيتك تعرف كيفاش كيخدموا. وبغيتك عزيزي المشاهد تركز معايا في هاد البارتي، حيت هي اللي دار عليها هاد الفيديو كامل. انت فاش كتدخل الانستغرام ولا فيسبوك كتبقى كتسكرولي وطالع هابط بحال الدولار، شنو كتكون كتفرج مثلا؟ غادي تكون كتشوف ريلزات ولا تصاور ولا ستوريات، وهاد الالغوريثم هذا كيبدا خدام وكيحسب لك شحال دوزتي من وقتك على كل بوست. غادي تقول لي كيفاش وشنو هو هاد الالغوريثم؟ اوكي، انا غادي نشرح لك وغادي نعطيك واحد المثال. الا كنتي كتسكرولي وطحتي مثلا على هاد البوست هذا، تما كيبدا الكونتور خدام كيحسب شحال بقيتي كتفرج في هاد البوست، وكيحسب شحال من ثانيه ولا شحال من دقيقه، وكيبقى يجمع هاد المعلومات هادي في واحد البارا دول. وشحال ما دوزتي وقتك في هذا البروغرام هذا، الخوارزميات كيبداو يجمعوا عليك بزاف ديال المعلومات على شنو عجبك وشنو النوع ديال المزيكا اللي كتمزك ليها بزاف، وزيد وزيد ديال المعلومات اللي كثير، باش المره الجايه ان فوا تعاود تدخل لذاك البروغرام. مثلا اسيدي الكراش ديالك حطات ستوري ولا تصويره جديده، فراه غتلقاها هي الاولى طالعه عليك، حيت صافي انت ما بقيتيش غادي تفلت لذاك الالغوريثم، حيت صافي حفظك وعرف شنو اللي كيعجبك. وهكا انت غتبقى في واحد الدوامه اللي ما عندهاش فينال ابدا. ودابا غادي يجي شي فاهم وغادي يسولني ويقول لي علاش هما اصلا بغاونا نبقاو في هاد لي زابليكاسيون ديالهم اطول مده ممكنه، وغادي يقول لي واش زعما يكونوا مخطين لشي لعيبه ولا غير بغاو يلهيونا على الدين ديالنا والقرايه ديالنا، وبغاو يخليونا مكلخين وما دايرين والو في حياتنا. ودابا نقدر نقول لك عزيزي المشاهد باللي داكشي اللي قلتي ماشي اللي بغاو، باللي بغاو واحد الربح مادي، كما كنقولوا حنا بغاو الصرف، بغاو عمر، وهذا الصرف هذا غادي يجبدوه غير من بزاف ديال الحوايج. على سبيل المثال عزيزي المشاهد، الادسنس اولا الاعلانات، حيت ملي كيجي شي بيرسون كيبغي يدير واحد الاشهار للمنتج ديالو، شكون غادي يتفرج فيه؟ طبعا انت عزيزي المشاهد اللي غادي تفرج في داك الاشهار ولا داك الادس. وباش انت تشوف هاد الاعلانات ديالهم وتشري داكشي اللي كيبيعوا، خصهم يخليوك اقرب وقت ممكن في التطبيقات ديالهم، وهكا غادي يكونوا حقوا ثروات كبيره على دارك. وهذا الشيء كامل راه ضروري يكونوا عنده امراض نفسيه بحال التوتر والديبرسيون، وما كتكونش مركز في اي حاجه كديرها. بحال مثلا عزيزي المشاهد، واخا غادي تكون كتفرج في هذا الفيديو ديالي غيكون عقلك سارح في شي بلاصه، وكيجيك واحد الشعور اللي كيخليك تقول علاش انا كنضيع وقتي في هادشي. وغتلقى عينيك محطوطين على هذا الفيديو وعقلك كيحل في شي مشكل، وعلاش هادشي كامل كيطرى علينا؟ حيت صافي عقلك تبرمج على انه ما يركز حتى شي دقيقه، حيت دوك الريلزات كيبقاو يتبدلوا كل دقيقه على شي حاجه، والاكثر انه بسبب دوك الفيديوهات اللي كيتلاحوا ليك في الريلزات في انستغرام وتيك توك بالضبط. وكتكون مستمتع بدوك الريلزات وانت كتفرج فيهم وكتضحك، ولكن غير كتسد داكشي كيبدا يجيك داك الاحساس ديال الاكتئاب والفشل، وما كتكونش عندك شي شخصيه قويه، حيت انت برو صافي خليتي ليهم المجال باش يتحكموا فيك ويديروا ما بغاو. وإلا جيتي تشوف عزيزي المشاهد اللي مورا السوشيال ميديا والشخصيات الكبار مثلا بحال مارك زوكربيرغ وايلون ماسك، واخا مارك هو مول فيسبوك وانستغرام وواتساب وزيد وزيد، غادي تلقاه بعيد على السوشيال ميديا وما كيحطش بوستات يوميا، كيحطها من الضروره ولا الا بغى يدوي على شي حدث اللي مهم بزاف. وهكاك ايلون ماسك كيحط شي تغريده غير الا بغى يدوي على شي حاجه ولا يدوي على شي موضوع اللي مهم ديال بصح.
وكيف ما شفتي واخا هادشي ديالهم ومتحكمين فيه، راه متحكمين في راسهم وعارفين شنو كيديروا وكيفاش كيسيروا داكشي. وانت عزيزي المشاهد، الا طلع لك شي ريل ديال الياس المالكي غادي تصيفطو لصاحبك وتبقى تضحك انت وعشيرك وتضيع وقتك في حوايج اللي تافهه وما غادي تنفعك في والو. ونصيحة ليك، إلا كان عزيز عليك تهز التيلي وتبقى تسكرولي، ما غاديش نقول لك حبس، وإنما غادي نقول لك كمل وحاول أنك تشغل داك الجهد في شي حاجة مفيدة. حاول تعلم المونتاج ودير محتوى، حاول ما تضيعش داك الجهد والوقت في والو يا عزيزي المشاهد. هكا غادي نكون وصلنا للآخر. هذا ما كان في هذا الفيديو. إلا عجبك ما تنساش لايك كومنت، ما تنساش ابوني. هادشي اللي كان. بيس عليكم الإخوة.